السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال ناخد أغنية من أغاني رامي صبري الجديدة على أغنية من أغاني حماقي الجديدة اللي هي الأقوى، يعني مع أغنية تامر حسني الجديدة مع أغنية سعد المجرد الجديدة، ونرتبهم من أقل واحدة عجبتني لأكتر واحدة عجبتني. واحد هنا يقول لي وأنت مين أصلا عشان يعجبك وما يعجبكش؟ أقول له قول لنفسك، أنت اللي قاعد أنت اللي جاي وقاعد وشكلك مكمل فيديو الآخر أنت المسؤول مش أنا. أقل أغنية عجبتني فيهم أغنية تامر حسني يا نهار أبيض. ليه مش عجباني قوي؟ هي أغنية عادية مش وحشة، بس المقسوم بتاعنا واللحن اللطيف والكلام المتوقع. يمكن اللي علّى الموضوع معايا شوية أصوات المفرقعات دي مع أصوات الجمهور، فعلوا الروح، رغم ان كل دي اجواء ليليه اصلا. المفروض الاغنيه اسمها يا نهار ابيض، فدي اجواء بالليل ودي سهره سعيده مش بالنهار. بعد كده ناخد اغنيه من اغاني حماقي، انا شايف الاقوى فيهم هي ليلي طال. معرفش انتوا ايه رايكم في الموضوع ده، تعالوا نتكلم عنها كده. خلص على اللي قبله من يوم ما قلبي قبله، بحب انا المعنى ده، مش جديد بس انا بحب اللي هو اجي ضرب عصفورين بحجر، خلص على اللي قبله وسيطر على قلبه. الفكره الاساسيه اعتقد في هذه الاغنيه ان هي الاغنيه فيها حركات كده بتخليها غنيه اكتر. يعني ايه؟ يعني تلاقي مثلا ولا حد كان طايلني ودي حاجة تتحسب له، لما بتيجي بقى تتقال تاني ولا حد كان طايلني ما بيقولش ودي حاجة تتحسب له، بيقوم مغير يقول لك دي باسمه تتكتب له، وده بيقعد بقى يتكرر. هتلاقي في الكوبليه التاني نفس الموضوع، على عمري قبل منه قال كنت ليه حارمني، لما بتتعاد على عمري قبل منه وانا اقول له غصب عني. برضو في المقطع اللي هو ما بين الكوبليه والسينيو اللي هو يا ويلي 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 من الطله، بيحصل نفس الموضوع بقى، اللحن كمان بيتغير. اول مره يقول لك دي حاجه في واخداني وبلاقي في بالي دي 100 مره، تاني مره بقى دي حاجه في واخداني بص يا ترى ليه مسلم ليه. لو انت مش هتسمعها وانا شايفها كده دلوقتي تحسها يا ترى ليه مسلم ليه، انما لما تسمعها بتتغنى يا ترى ليه مسلم ليه تبقى احلى. برضو في الاختلاف في السينيو نفسه بتلاقي اول مره بيقول وليلي طار طار، تاني مره بقى بيقوم قايل ليلي طال في سهر معاه يا مونسة. يعني دايما لما بنعيد بنغير يا اما حاجه في اللحن او في القفله، يا اما بنغير قفله الكلام نفسها. بس هي دي يمكن الفكره الجديده اللي هي ملفته للانتباه، اللي تخليك تسمع الاغنيه اكتر من مره تكتشف فيها حاجه جديده. ده لو الفكره دي اصلا عجبتك او جابت معاك، انما ككلام هتلاقي الكلام ما فيهوش حاجه جديده من اول ليلي طال مرورا بخلص على اللي قبله ولا حد كان طايلني، كل دي معاني معروفه ومهروسه. اللحن هو لطيف وكل حاجه بس مش حلو لدرجه ان المزيكا تاخد الجمل اللحنيه تقعد تلعبها لنا تاني. كان الافضل اعتقد ان المزيكا تعمل لنا جمل جديده فتعلي مع اللحن. هو نفس اللحن ليلي طال طال، وهنا برضو نفس اللحن خلص على اللي قبله من يوم ما قلبي قبله. يعني اغنيه حلوه بس مش قوي. اغنيه بقى رامي صبري كداب، الاغنيه دي اعتقد انها مكسره الدنيا. هو لحن كرد في ميزه حلوه قوي. هو الاول لما بتيجي تبدا الاغنيه بتلاقي جمله لحنيه قصيره وبتتعاد 4 مرات والكلام بيتغير، بحيث ان ثبتنا اللحن والكلام بيختلف فيخليك تركز مع الكلام اللي بيتغير. كداب يروح مالوش رجوع يعيش ويغرق في الدموع، دي الجمله اللحنيه، وبنقعد نعيدها بقى بكلام مختلف. يستاهل انه يعيش وحيد ده قلبه معمول من حديد. فده طبعا يخليك تاخد بالك من الكلام، لان هي نقطه القوه في الاغنيه دي هو الكلام الصادم. بعد كده لما نخش على السينيو اللحن مش محتاج يبين الكلام، هو الكلام بيسيطر ويلفت نظرك على طول. كانه مات وخد معاه الذكريات، كأنه مات بتتقال 3 مرات ولسه هنعيد ونزيد. اللحن حزين والمزيكا من الأول خالص معبرة عن الحزن والكلام عنيف، فتحس يعني انه المزيكا واللحن الحزن اللي فيهم بيكسر العنف بتاع الكلام، بيخلي عنف الكلام ده مش عنف قد ما هو قلة حيلة وبؤس، حاجة مثيرة للتعاطف. فدي معادلة مظبوطة، مود عنف بتاع الكلام فده يبقى جذاب، مع مود شفقة وتعاطف في اللحن والمزيكا فده يبقى جذاب برضو، فتنجح الأغنية وتودي. فاكرين انت مغرور انت معدوم الشعور، كان فيها برضو نفس الموضوع ده، ان الكلام صادم وفيه شتيمة بس في نفس الوقت اللحن والمزيكا فيهم حزن فيحسسك بالشفقة، ان هو العنف اللي هو بيقوله ده ناتج عن قلة الحيلة مش ناتج عن انه عايز يعمل نوش وقلق. ماشي، نخش بقى على اقوى اغنية اعتقد فيهم، تقولوا لي رأيكم. اقوى اغنية بشوفك لسعد المجرد، وبشوفك الصبح اشوفك العصر، دي كده اوقات وقت الصبح ووقت العصر.
بعد كده بقى اجيلك المغرب، فانت تفتكر انه قصده المغرب وقت برضه، ولكن تكتشف انه اجيلك المغرب فتروح مصر. هنا قلب المغرب بدل ما هي زمان خلاها مكان. خدعه لذيذه بس فيها مشكله هقول عليها لما نوصل لها. فكره الاغنيه دي هو اختلاط الثقافات. اللحن شعبي وفي منه جزء شعبي حديث وجزء شعبي قديم كلاسيكي. الكلام مش شعبي. المزيكا في جزء منها شعبي وفي جزء منها بيقلب يبقى الكترونيك ميوزك او هاوس او حاجه زي كده. حتى في جزء في الغنى بتحسه راب. حتى في الرقص متنوع، ما تبقاش عارف هو بيرقص شعبي كده ولا بيرقص الرقص ده جايبه منين. تطور الموسيقى عموما في العصر الحديث قائم على اختلاط ما بين الثقافات. عشان كده اغنيه زي دي تنجح جدا. زي ما بنقول ما تحسش ان الكلام شعبي. بشوفك على اليمين اشوفك على الشمال، في الجنوب في الشمال، اول ما اقرا كتاب بلاقيك على الغلاف. يعني بيلمس مع الشعبي بس مش شعبي قوي اعتقد. وفي ساعات بتحس بقى باي كلام. بشوفك في السحور واشوفك على الفطار، بشوفك في الطابور وانا داخل المطار. ده هنا بقى اي كلام يعني. ايه موضوع ايه الطابور والمطار؟ ايه اللي دخل القصه دي هنا؟ الطابور والمطار دي حاجه يعني مش مألوفه، يعني مش حاجه بتحصل كل يوم. ممكن اقول السحور والفطار ماشي لو احنا في رمضان كل يوم بنسحر وبنفطر، فانا بشوفك كل شويه وانا باكل. انما وانا رايح المطار دي ما دي حاجه بتحصل مره يعني. مش حاسسها داخله في الاجواء بتاعه فكره الاغنيه. اول ما اقرا الكتاب بلاقيك على الغلاف من اول حرف ب لاخر حرف كاف. ب وكاف كنا بنستخدم التعبير ده عشان نقول ايه بحبك، بس هنا بما ان الاغنيه اسمها بشوفك فممكن برضو تنفع الب والكاف. حلو. موسيقى يعني مقسوم شعبي حديث. اول ما اقرا الكتاب اللحن هنا برضو ايه لحن شعبي بس ستايل حديث. اخر حرف كاف. بعد كده بيعمل حركه رايقه قوي، بيغني نفس الكوبليه اللي في الاولاني ده بس من الطبقه اللي فوق، من الطبقه العاليه. فبدل ما هو كان بيقول بشوفك على اليمين فيقوم قايل بشوفك على اليمين. هنا بقى لازم بتظبط له الطبقه المناسبه ليه للاغنيه عشان يقدر يقول مره الجمله من تحت ونفس الجمله مره من فوق. فمن تحت تبرز حلاوه صوته في القرارات ومن فوق تبرز حلاوه صوته في الجوابات. فبتبقى فكره. اول مره مثلا بشوفك على اليمين بشوفك على الشمال. تاني مره علي يمين برضو ايه بيغنيها بقى بستايل الشعبي القديم. اكتر حته بيبان فيها ستايل شعبي قديم الجزء ده. الصالة في الغرام بص دي بعد كده الجزء اللي جاي بقى عزيز الشافعي متميز فيه، بيعملوا كتير فكره ان هو ايه يثبت على حرفين كده يقعد يعمل تيرا ريرا ريرا. لا هزار ليل ده عزيز الشافعي بسمع منه كتير. في اغنيه عملها لمصطفى شوقي اسمها بومبا من فتره كده، يعني طول الاغنيه كل شويه يلعب على حرفين ويسيبهم ويرجع على حرفين ويسيبهم. فهو بيحب الحوار ده. الحوار ده على فكره بيرقص وبيشخلع جامد. فلحن يعني من مقام النهاوند. عجبني الفاصل الموسيقي حسيته. وبتيجي هنا بقى الحته الالكترونيه بيغير من المقسوم خالص. هنا بقى في مشكله في الحته الراب دي. احنا في افيه انا عجبني بتاع انه بشوفك الصبح واشوفك العصر، فدي اوقات. وبعد كده هو حولها زي ما قلنا خلاها اجيلك المغرب فبقت الدوله. بس بتتقال في الراب في الجزء السريع فبتتقال بسرعه فما تاخدش بالك منها. يعني بحس ان الافيه ده عشان ياخد حقه ما يتقالش في الحته اللي بتجري فيها، يتقال في الحته اللي في الاول اللي هي كانت شعبي كده وبيغني على الرايق فانت تاخد بالك من الافيه. ويخلي في الحته الراب الكلام بقى اللي ملوش معنى ده بحس ان هو كده بيتقال بسرعه ما اخدش بالي. زي بشوفك في الطابور وانا داخل المطار. الحاجات اللي انا قلت مش منطقيه دي كانت هي اللي تبقى في الجزء الراب وتعدي. وبعد كده بيقولها تاني الحته السريعه دي بس بمقسوم. فهي اغنيه حلوه يعني من الاخر. واحد هيقول لي طب في الاغنيتين بتوع شيرين اللي نزلوا حاضر الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عنهم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه ولايك وشير وكومنت وشكرا.